صناعة اللاعبين في الفترة الماضية ومن ثم تسويقهم إلى أندية أوروبية، وكذلك أحيانا الاستفادة من بعض اللاعبين الذين يتواجدون أصلا في أوروبا. دعونا نتابع أيضا ردود الأفعال بعد هذه المباراة. هناك أيضا بعض اللقاءات التي جمعها لنا الزميل سعيد الخروصي بعد مباراة الإمارات والمغرب من منطقة الميكس زون في ملعب المباراة. نتابع. لقد خسرنا الفرص التي أتيحت لنا وتحكمنا بالشوط الثاني ولكن لم نسجل، وفي النهاية تلقينا ثمن ذلك وتحملنا الضغط ومع ظهور بعض المساحات نتجت هجماتهم المرتدة عن أهداف. المشكلة أن النتيجة لا تعكس الأداء. المباراة كانت بالكامل مختلفة. نعم، نحن نلعب مباراة قبل النهائي، لم نتوقع بأن يكون لقاء سهلا. المنتخب المغربي فريق جيد ولديهم خبرة جيدة أيضا. لقد حاولنا أن نقدم عرضا جيد، أعتقد أننا قمنا بهذا في أغلب فترات اللقاء. نعم، لقد تلقينا هدف في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني بدأنا بصورة مثالية. لقد سيطرنا على المباراة وأثر علينا الهدف الذي تلقينا. اضطررنا للتقدم من أجل التعديل، وهذا ما سمح لهم بتسجيل هدفين بعد ذلك بسبب المساحات. in this time when we rush for scoring. The first difficult that we can say is that they have a good team. We have a good team. الصعوبة الأولى يمكننا القول أن لديهم فريق جيد ولدينا كذلك. أعتقد بأن ما يمكنني قوله أننا حاولنا بكل الطرق. أنا أشعر بالفخر من المستوى. لقد حاولنا بكل الطرق وفي النهاية هم سجلوا ونحن لا. هذا حال كرة القدم. إذا لم تسجل الفرص التي تتاح لك هذا ما يحدث. لا، ليس السبب أننا لعبنا بعدهم في الدور السابق. كان لدينا وقت كاف للاستشفاء، ولكن لن أقول أن هذا أثر بصورة كبيرة، ولكنه أحد الأسباب التي قد تكون أثرت بدنيا. كنظن ما كاينش مقابلات سهله في البطوله كامله، ماشي كاع المقابلات اللي دازوا قبل من دور المجموعات لحد الساعه، فكانوا مقابلات قويين. كاع الفرق تيطمحوا باش انهم يتوجوا بالبطوله، وحتى حنا عندنا نفس الطموح، وان شاء الله غادي نديروا كل شيء باش اننا ان شاء الله نتوجوا بالبطوله. الفريق كامل مساهم في النقطه هذه، لان كتبدا من الهجوم. فاش ما كتكونش عندنا الكره، فاللاعبين ديالنا كيديروا واحد المجهود كبير بدنيا باش انهم يضيقوا المساحات، وحتى فاش كتكون عندنا الكره لا في ال 5 سكوند باش كادي نخرجوا الكره، كنحاولوا اننا نلعبوا كره وكنفرضوا على الخصوم اللي واخا كيبغيو يديروا واحد الضغط غالي، كنستطيعوا اننا نخرجوا بالكره، وبالتالي كنفرضوا عليهم انهم يتراجعوا للخلف. وكما قلت هذا راه مجهود ديال المجموعه كامله. إذن هذه بعض الآراء بعد المباراة. واضح من ردود أفعال يعني كوزمان ولاعبي المنتخب الإماراتي أنهم يعني ربما راضين عن مستواهم بشكل كبير. هم قدموا صراحة مباراة لا يقلل طبعا هذا من شأن المنتخب الإماراتي بلا شكل. يعني الدخول في هذه المعركة الكروية إن صح التعبير يعني مع المنتخب المغربي أمر ليس بالسهل، والفريقان يضمان إمكانيات كبيرة، وفي النهاية نجح بطولة جيدة عموما للإمارات. أيوة، هي بطولة جيدة إلى حد كبير. البطولة يعني ثالث يطلعوا. على فكرة الإمارات في هذه البطولة لعب مباريات حلوة قياسا بمستواه في السابق. فنيا أفضل يعني فنيا مباراة أفضل. الجزائر لما تيجي تشوفها ولا تيجي مباراة الملحق. طبعا الجزائر طبعا في تطور صراحة، وحتى اليوم يعني لعبوا يعني مش حتى خاصة في البداية. اليوم بيلعب منافس فعلا طبعا قوي فعلا، يعني فعلا منافس. الحمد لله اللي احنا نجينا منه بالتعادل. انا لما شفت الثلاثه بصراحه قلت كويس. ايش جه في بالك يعني؟ لا قلت الحمد لله، قلت شكرا كده للعيبه وشكرا للمدرب. احنا خدنا التعادل. الحين عرفت قيمه التعادل مع المغرب. ايوه، التعادل ده بطعم الشهد هذا التعادل. لان بصراحه
الماتش اليوم كان ممكن يفتح 3 و4 بعد في اخر لكن دقيقتين. نفس الشيء وليد، يعني يختلف من مباراه لمباراه. احنا فعلا التعادل بالنسبه لنا مكسب في قبل المباراه على قوه المنتخب المغربي، لكن الجراءه والطرد ويعني مرات المباراه تختلف. انت ممكن تلعب مع فريق كبير في مجريات المباراه في مواقف. لا بس أبو محمد، قبل اروح لضيفي من القاهره ابغى اسالك سؤال. انت يعني اليوم انتم كنتوا تتكلموا مع المنتخب المغربي او في البطوله بشكل عام عن جوده لاعبين. اليوم شفنا منتخب الامارات يملك جوده عاليه في اللاعبين. نعم. هل قدر انه يهدد بشكل واضح مرمى المنتخب المغربي؟ لا الا فيما ندر يمكن 3 أو 4 فرص يعني، بس مش فرص حقيقيه كمان. مش فرص حقيقيه يعني هي محاولات يعني ما محققه، يعني فرص محققه للتسجيل. إذا كان هذا فريق يضم إمكانيات صراحة كبيرة، ومن حيث جودة اللاعبين تم اختيارهم بعناية وأعمارهم جيدة وأعمارهم أنا أعطيهم صراحة 5 سنوات القادمة، يعني فريق بيكون له 25 سنة متوسط أعمار منتخب الإمارات. بالضبط. فإحنا عندنا متوسط أعمار 30 سنة وأنت طالع. أنا بقول واقعيا ومنطقيا التعادل لنا بعد بطعم الفوز. بطعم الفوز. وأي مغامرة في هذا اللقاء حتى لو هو مطلوب منهم واحد كنا هنستقبل هدف وهدفين وثلاثة. والماتش ما مشيش غير كده. كلام كورة ما مشيش غير كده. حتى تقول لي بقى مطلوب يطلع منهم حمد الله، طالع منهم، هو البناء الدفاعي للفريق ما اهتزش. هم زين انهم رجعوا مباراتنا، ما هم اساسا رجعوا ورا عشان يحافظوا يطلعوا بها. يعني كويس ان فعلا ان هم قال لك احنا نطلع. بس لما يقول السكتيوي بعد المباراه ان هذا اصعب فريق اواجهه، معناته انه هو واجه فريق منظم، يعني منظم على مستوى عالي يعني. لا شوف، احنا معظم المنتخبات يواجهوا عمان، ما بس حتى دفاعيا طبعا، حتى في الهجمات يقول لك صعب نلعب مع هالفريق. صح. لان نوعيه اللعيبه اللي موجودين عندنا والتحولات السريعه في خاصه الاطراف يفاجئوا، خاصه هذا بعض المنتخبات احجامهم. ما بقاش عندنا تحولات. فهذا اللي انا اقول لك، ما بقاش عندنا تحولات. ايوه نتكلم بالمنطق. مين اللي عندنا تحولات حاليا في السرعه؟ المنذر، ونزل بديل في اخر 10 دقائق. وجميل يا احمدي ما بقاش بده السرعه من يوم ما رجع من الاصابه. ومين التحولات؟ لا انا ما اقول لك التحولات، احنا عندنا امكانيات، يعني بس المدرب يريد يلعب في الجانب ما هو حتى هو يقول لك ابو محمد ان المدرب السبب مش اللاعبين. ماشي اوكي. المدرب السبب. مين النقاط اللي تقدر تبني عليها تحولات غير المنذر؟ هو الوحيد اللي لعب عندنا السريع. لا والله عندنا مجموعه، عندنا حتى زاهر لما ياخذ فرصته، زاهر لاعب جيد في التحولات. وحتى اذا عندنا صلاح بمستوى تعطيه الكره يقدر يعني كيف عندنا احنا فتره ما اقول لك بسرعته لكن بمهارته بيعمل فارق. صلاح في البناء. تعرف انا يمكن التحولات من ينفعك اكثر واحد، خليك من هذه اللي طبعا كلهم مميزين حقيقه، لكن يمكن المنذر طبعا، لكن حارب السعدي يلعب دور كبير في التحولات سواء على المستوى الدفاعي ولا حارب السعدي يدي لك كره مباشره، ودقيقه. لكن لما اتكلم مثلا عن لاعب مثل ذكرنا ابو محمد اللي في الطرف زاهر مثلا. زاهر صحيح عنده مهاره وكذا، بس احيانا في نوع من البطء. بس البرجل بتاعه قد ايه زاهر؟ هنا المشكله. هو ذا هات البرجل بتاعه. البرجل هي المشكله دي. هات البرجل بتاعه والبرجل بتاعه. انا اقصد البرجل، يعني هو يعني جابها. لا لكن فريقنا عنده مقاومات انه يلعب باسلوب هجومي. ما طبعا عنده مقاومات، عنده مقاومات يلعب. ونتفق معك ان المدرب قيد الفريق في كثير من الاحيان، حتى في الملحق يعني. لا في الملحق ده صفحه ثانيه. يعني احنا فعلا ماتش قطر ده احنا خسرناه. هو رايح كل همه قطر، يعني انه قطر ما يفوز عليه. انا على عمان